نحن أمام شارع الشيخ ريحان، وهناك تبادل لإطلاق قنابل المولوتوف والحجارة. وكما ترين في الصورة يعني هناك هذه الإضاءة الحمراء، هذه بعض الشماريخ يتم إطلاقها أيضا من جانب عدد من المتظاهرين ردا على استفزازات بعض عناصر الجيش في شارع محمد ريحان. وكما ترين ايضا في الصوره فهناك بعض يعني الليزر المتبادل من الجانبين. كما ترين يعني هناك بعض من الافراد الذين يقفون على اسطح مبنى مجلس الشورى، وهناك ايضا يعني هذه هي الليزر او يعني اجهزه الليزر يتم تبادلها من فوق الاسطح، ويتم ايضا اطلاق بعض الحجاره من فوق الاسطح، وهناك تبادل لاطلاق الطوب والحجاره من الجانبين، سواء من الذين يقفون على الاسطح او سواء من المتظاهرين الذين يقفون على الارض. طب اللي واقفين على الاسطح يعني بيرموا الحجاره على مين؟ على جانب القوات الامن ولا على جانب المتظاهرين؟ على جانب المتظاهرين، على جانب نعم. المتظاهرين ريهام، يعني يتم القاء هذه الحجاره على المتظاهرين وليس على قوات الامن. هناك الان هجوم من المتظاهرين كما ترين او كما تسمعين، يعني هناك هجوم على قوات من الجانب المتظاهرين على قوات الجيش وعلى المتواجدين فوق اسطح المباني. يعني كما ترين هناك حاله من الكر والفر تستمر لمده كبيره جدا. الان يتم اطلاق المياه، كما ترين دعاء يتم اطلاق المياه على المتظاهرين من فوق الاسطح. المتظاهرون مستمرون في هذا الموقع وفي هذه العمليه من الكر والفر دعاء. طيب سامح، انت قلت ان في نوع من انواع التبادل فيما يخص المولوتوف والحجاره. المولوتوف من الجانبين كمان بيلقى؟ نعم بيلقى من الجانبين، ويتم يعني استخدامه يعني على فترات من الجانبين. هناك حجاره ايضا يتم القائها من الجانبين، سواء من المتواجدين على اسطح المباني او من المتظاهرين المتواجدين في شارع الشيخ ريحان. معلش حدد لنا بقى كده تاني يا سامح، اللي بيلقوا من فوق الاسطح هل تم معرفة هم مين ولا لسه؟ يعني هؤلاء الذين يقومون باطلاق الحجاره من فوق اسطح المباني يعني يرتدون زيا مدنيا ولا يرتدون زيا عسكريا، فمن غير المعروف اذا كانوا افراد من قوات الجيش يرتدون زيا مدنيا او اذا كانوا يعني احد البلطجيه المتواجدين على اسطح هذه المباني يقومون ايضا باطلاق الحجاره والطوب. ولكن اذا حتى كانوا بلطجيه فلماذا لا يقوم الجيش بالذهاب اليهم وانزالهم من على اسطح هذه المباني للتهدئه ولعمل لمحاوله احتواء الموقف؟ يعني هذه التساؤلات التي يرددها المتظاهرون على الارض. نعم، وانت ايضا كما ذكرت ان القاء الحجاره من فوق الاسطح هو على المتظاهرين. طيب نعم سامح، انت قلت كمان ان تجدد الاشتباكات كان بسبب استفزازات من قبل الجيش او القوات يعني اللي موجوده للمتظاهرين. ايه نوع الاستفزاز ده؟ يعني هناك البعض قال لي ان هناك اشارات يقوم بها بعض المتواجدين على الاسطح للمتظاهرين. هذه الاشارات تتم باليد، اشارات خارجه. ايضا هناك اشارات تفيد بمعنى اصبروا، يعني اصبروا حتى سنقوم بالهجوم عليكم مره اخرى وسنقوم بضربكم مره اخرى بالحجاره. اشارات تقوم باستفزاز المتظاهرين المتواجدين، رش المياه على المتظاهرين. يعني هناك اشارات وهناك استفزازات يقوم بها من يتواجدون على الاسطح، اسطح المباني المجاوره مبنى مجلس الشورى تحديدا. وايضا استخدام اسلحه الليزر او اجهزه الليزر استعمالها في وجه المتظاهرين والقاء القنابل او يعني زجاجات المولوتوف من على اسطح هذه المباني. نعم سامح نجم الدين، خليك معانا ونعود مرة أخرى لضيفنا عبر الهاتف الأستاذ بدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق